السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي العلامات العشرة التي تعرف بها أن الله يحبك؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أجمل شيء وأجمل أمنية لكل عبد مؤمن حاجتين: إن ربنا يحبنا وإن ربنا يرضى عنا. أيوة رب الكعبة، لو أحبكم الله ولو رضي الله عنكم لعشتم في سعادة موصولة في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنكم وأن يحبكم. قولوا آمين. اللهم آمين. علامات 10 اجتهدت فيها وجمعتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال العلامات 10 دي نعرف إن ربنا بيحبنا ولا لأ. فلو كان بيحبنا نسجد لله شكرا، ولو ما كانش بيحبنا حاشا لله يبقى نجتهد في أن نفعل الأشياء التي تجلب لنا محبة الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف 10 علامات، بس برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أول علامة تعرف حضرتك وحضرتك إن ربنا بيحبكم. أول حاجة، لو كنت محافظا على الفرائض مكثرا من النوافل. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعدين قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. أهو الحب، أهو جه الحب هنا، تمام. وما يزال، لأن النوافل لا يفعلها إلا من يحب. يعني المحب هو الذي يكثر من النوافل، والإنسان اللي برضه بيحب بس مش للدرجة ديت يا دوب بيكتفي بالفرائض، إنما المحب يشتاق للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت، خذ الثمرات بقى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر. يبقى أول علامة تعرفكم أن ربنا بيحبكم لو كنتم محافظين على الفرائض مكثرين من النوافل. دي العلامة الأولى. العلامة الثانية: إن وفقك الله للحسنة بعد الحسنة والإقبال على الأعمال الصالحة فدي علامة على محبة الله لكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. وفي رواية: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ يعني بيقول لك لو أحبه هيستعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. الله أكبر. إن ربنا يوفق العبد على عمل صالح معين، على خير معين، على صدقة جارية، على بناء مسجد، حفر آبار، على تعليم الناس القرآن، على إنه يعني يبني مسجد، إنه يفعل أي خير، يدل الناس على الخير، يدعو إلى الله، ييسر له عملا صالحا ويفضل على عمل الصالح ده لحد آخر يوم في حياته ثم يقبضه عليه. فدي علامة من علامات محبة الله للعبد، إن العبد يعمل حسنة فربنا يوفقه الحسنة بعدها. عمل صلى، يعني فإذا فرغت فانصب، إن فرغت في طاعة فانصب في طاعة أخرى. فالعبد يعمل الطاعة فربنا يوفقه الطاعة بعدها، يعمل خير ربنا يوفقه الخير آخر بعد هذا الخير. يبقى دي العلامة الثانية. العلامة الثالثة: إذا كنت تسارع إلى التوبة بعد المعصية فهذه علامة على محبة الله لك. ما فيش حد فينا معصوم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الوحيد اللي معصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والتوبة واجبة على الفور. فإن كنت أو كنت أول ما بتقع في معصية على طول بتبادر للتوبة فدي علامة محبة ربنا ليك، لأن الله عز وجل قال:
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. يبقى دي علامة على محبة ربنا للعبد، إنه أول ما بيقع يقف تاني ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. العلامة الرابعة إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك ولك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الوقوع في البدع. بحزن جدا يا حبايبي لما اشوف كتير جدا من، او يعني بلاش كتير جدا، بعض الشباب الملتزم وبعض البنات الملتزمة لا يشيروا مقاطع الا لاصحاب البدع. ببقى حزين جدا اشوف اخت ما شاء الله يعني لابسه نقاب وانسانه محترمه وابص على صفحتها الاقيها لا تشير اي مقاطع الا بقى لفلان الصوفي وفلان القبوري وفلان المبتدع وفلان، ومش معجبه غير بالمقاطع دي. ليه؟ عشان ده شكله حلو وعشان ده بيقدم المعلومه بشكل مش عارف عامل ازاي، لكن في النهايه هو يقدم عقيده فاسده ومش مهم عندها او مش مهم عنده. ده غلط. ده غلط، لان في النهاية احنا لما بندل الناس على هذا الشر، على البدع وعلى العقائد الفاسدة، احنا بنتحمل وزر كل من يرى هؤلاء الناس. فلا بد ان الانسان يحرص على انه لما يشير مقطع لاي شيخ انه لا يشير الا مقطع لواحد صاحب عقيدة سليمة، ولا ينشر الا الاحاديث الصحيحة. بعض الدعاء ربنا يا رب يهدي الجميع ويحفظ الجميع وينفع بالجميع، بعض الدعاء يروي أحاديث مكذوبة ولما تنصحه يرفض النصيحة وكأنه مصر على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المشاهدات بتاعته بالملايين. وكأن بعض الناس بيحب النوع ده من الأحاديث، يحب الأحاديث اللي بتعمل فرقعة، العناوين اللي بتعمل أكشن، تمام، حتى لو كان المضمون كله غلط. وللأمانة العلمية لابد للداعية أن يحرص دائما، والله ورب الكعبة وهذا العهد الذي بيني وبينكم منذ أكثر من 30 عاما لا أروي لكم إلا حديثا إما في البخاري أو مسلم أو الأحاديث التي صححها أو حسنها العلامة الألباني، اللي هو عندي مالوش مثيل في الدنيا خالص. هو ده اللي علم الكون ده كله، علم الدنيا كلها في العصر الحديث. يعني إيه علم الحديث؟ الله يرحمه رحمة واسعة ويجعل كل اللي بنعمله ده في ميزان حسناته يا رب العالمين. يبقى إذن أن ييسر الله لكم اتباع الرسول وعدم الوقوع في البدع. ولا شك أن أحب الناس إلى الله أكثرهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 5 حبايبي، إن ربنا سبحانه وتعالى يضع لكم القبول في الأرض. دي علامة محبة، كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحب الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. فدي علامة محبة ربنا للعبد، إن الناس بتحبه، دي علامة إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. يبقى دي العلامة ال5. العلامة السادسة يا حبايبي، إذا أعانك الله دائما على ذكره فهذه علامة على محبة الله لك. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. فلذلك أحد السلف قال: والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إن ذكرت ربي ذكرني ربي. أما سمعتم قوله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ ولا شك إن الإنسان لو وفق للذكر فإنما هذا بإعانة من الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: يا معاذ بن جبل والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل ذلك لا يأتي إلا بإعانة من الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب، العلامة السادسة إذا أعانك على ذكر فهذه علامة محبة. العلامة السابعة: لو كان الله يبتليك كثيرا، عشان بعض الناس بتزعم من الابتلاء، لو كان الله يبتليك كثيرا أو يبتليك كثيرا فهذه علامة محبة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
يبقى علامة محبة ربنا للعبد أن يكثر من ابتلائه. طب ليه يا ربي؟ هو ربنا يعني بيبتلينا ليه ما دام احنا يعني بنحب ربنا وربنا بيحبنا وبنعبد ربنا؟ ما دي المزية بقى الجميلة في البلاء. البلاء ليس الحكمة من البلاء أن الله يبتلينا ليعذبنا، حاشا لله. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لكن الله يبتلينا ليهذبنا ويقربنا. فالابتلاء سبب يعني أو علامة من علامات محبة ربنا لنا. الابتلاء سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الابتلاء سبب لرفعة الدرجات في الجنة، كما جاء عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغ العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. يبقى لما ربنا يبتلي الإنسان كتير جدا، ده مش علامة غضب، ده علامة رضا وعلامة حب، بس يكون الإنسان راضي عن قضاء الله. يبقى إذن دي العلامة السابعة. العلامة الثامنة: إن استعملك الله عز وجل في إعانة الخلق وإعانة الناس من حولك، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، يعني على الصراط. الله أكبر. يبقى أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. دي علامة من علامات محبة ربنا ليك، لما ربنا يجعلك سبب في تفريج الكرب عن كل الناس من حولك ومساعدة الناس من حولك. العلامة التاسعة بقى يا حبايبي اللي تعرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا، العلامة التاسعة إن الإنسان يكون متواضعا مع المؤمنين عزيزا على الكافرين. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه. ايه مواصفاتهم؟ قال: أذلة على المؤمنين، متواضعين بيتعاملوا بكل رحمة. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله أكبر. آخر علامة حبيبي هو العلامة العشرة اللي تعرفنا إن ربنا بيحبنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان يكون رفيقا في تعامله مع كل الناس من حوله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الضياء بسند صحيح: إن الله عز وجل إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. الله أكبر. ولذا جاء في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وفي رواية عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. دي 10 علامات يا حبايبي تعرفكم إن ربنا بيحبكم. أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يفرج همومكم وكروبكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يزوج بناتكم وشبابكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.